بكم في موجز الأنباء من المسار نيوز. أهم عناوين الأخبار: البرهان يتسلم دعوة رسمية من الملك سلمان للمشاركة في القمة العربية الصينية بالرياض. حزب البعث السوداني يحذر من محتوى وثيقة المحامين. رسالة مهمة من مبارك أردول لمركزي الحرية والتغيير. 150 أماً بديلة يكفلن 212 طفل من فاقدي السند بالخرطوم. مدير جامعة الخرطوم يخاطب المؤتمر العالمي للتكنولوجيا الملائمة بوزارة التعليم العالي. حريق ضخم في مركز إيواء بغرب دارفور يؤدي لتشريد 120 أسرة. أسود الكاميرون تسقط في فخ سويسرا. إليكم تفاصيل الأخبار. سلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الدعوة الرسمية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للمشاركة في أعمال القمة العربية الصينية التي من المقرر أن تنعقد بمدينة الرياض في 9 من شهر ديسمبر المقبل. وتقدم سيادته خلال لقائه بمكتبه اليوم سفير المملكة العربية السعودية لدى السودان السفير علي بن حسن جعفر وحضور وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق بأحر التهاني للمملكة العربية السعودية بفوز منتخبها في منافسات كأس العالم التي تستضيفها دولة قطر، مؤكدا أن هذا الفوز يحفز الدول العربية على إحراز مراكز متقدمة في المنافسات العالمية المقبلة. وصف رئيس حزب البعث السوداني يحيى الحسين ما تسرب من اتفاق ثنائي بين الحرية والتغيير المجلس المركزي والمكون العسكري بأنه استقطاب للقوى السياسية للانضمام للاتفاق المبني على وثيقة اللجنة التسييرية للمحامين فقط. وقال الحسين في تصريح صحفي أن تسييرية المحامين لم تضع هذه الوثيقة ولم تناقشها وإنما فرضت من الخارج وتمت ترجمتها إلى اللغة العربية مع بعض التعديلات البسيطة في الصياغة. وحذر الحسين من محتوى الوثيقة والاتفاقات الثنائية وقال إنها تفرض الآن من جهات أجنبية وما هي إلا عقود إذعان مع بعض المكونات السياسية التي تم ترغيبها. نشر الأمين العام للحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية مبارك أردول منشورا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قال فيه: تعليقا على الهيكلة المؤقتة التي أعلناها بالأمس والجدال الذي يدور الآن والذي كان مفاجأة للبعض وكأنه خروجا من المألوف، لكن نقول طالما نحن متفقين على البرنامج السياسي كتحالف غير مهم من يرأس، سيما أن المسألة تنظيمية بحتة ومؤكد تحوي أيضا على رسالة سياسية، لكن بالمقابل هل ممكن للمجلس المركزي أن يقدم ويقبل بالأخ طه عثمان إسحاق المحامي رئيسا لهم كدليل على تجاوز المرارات التاريخية واستشراق سودان جديد؟ نقبل بعضنا البعض ونمثل استعدادا للعمل تحت قيادة أشخاص خارج الدوائر القديمة المعروفة. كشف مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية بالخرطوم صديق فرني خلال مخاطبته صباح اليوم برئاسة الوزارة جلسة مناقشة تقييم وتقويم أداء نظام الرعاية الأسرية البديلة للأطفال فاقدي الرعاية الوالدية الذي نظمته الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية بالوزارة عن وجود 212 طفلا من فاقدي الرعاية الوالدية بالخرطوم في كفالة ورعاية 150 أماً بديلة وتحت إشراف ومتابعة 93 باحثاً اجتماعياً ونفسياً. خاطب السيد مدير جامعة الخرطوم بروفيسور عماد الدين الأمين الطاهر عرديب خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة العاشرة للمؤتمر العالمي للتكنولوجيا الملائمة الذي تستضيفه جامعة الخرطوم بالتعاون مع جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، وهي شبكة تضم عددا من الأكاديميين والممارسين بهدف تعزيز استخدام التكنولوجيا في تمكين الناس. وأكد أن المؤتمر يقوم بدور مهم في تحسين البحث العلمي
وخلق شراكة قوية بين الباحثين الوافدين من جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى رغبة جامعة الخرطوم في العمل مع شركاء المؤتمر والمساهمة البحثية في معالجة القضايا المطروحة. وأشاد المدير بأعضاء اللجنة المنظمة أن يتعهد بتحويل التوصيات الخاصة بالجامعة إلى برنامج عمل ينفذ على أرض الواقع. التهم حريق ضخم مركز إيواء مؤقت لآلاف الفارين من العنف القبلي بولاية غرب دارفور في وقت دعا والي غرب دارفور خميس عبد الله بكر النازحين للعودة إلى المعسكرات. وقال عبد الله بكر أحد قيادات معسكر كريدينغ بحسب سودان تيريبيون أن النيران مجهولة قضت على مركز وزارة الثقافة والإعلام بمدينة الجنينة مما أدى إلى تدمير بالكامل وتشريد نحو 120 أسرة، كاشفا عن أضرار هائلة في الممتلكات لم يجري حصرها بعد. منتخب الكاميرون في فخ الخسارة أمام سويسرا بهدف دون رد اليوم الخميس في افتتاح منافسات الجولة السابعة من كأس العالم 2022 في قطر، حيث سجل بريل موبولو مهاجم سويسرا ذو الأصول الكاميرونية هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48، وبهذا انتزعت سويسرا 3 نقاط ثمينة من أنياب الأسود، بينما عرضت الكاميرون أملها في التأهل للخطر قبل مباراتيها القادمتين ضد صربيا ثم البرازيل في الجولتين الثانية والثالثة. للاطلاع على مزيد من تفاصيل الأخبار تابعونا على ويب سايت المسار نيوز وعلى صفحاتنا الخاصة بمجموعة المسار على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتليجرام وعلى قناتنا على اليوتيوب. نشكركم على متابعة هذا الموجز أينما كنتم، طابت أوقاتكم بكل خير. فاطمة الكباشي وسمية إسماعيل، المسار نيوز، السودان.